احنا فقط نريد أن نعطي فكرة للمشاهد. أيضا إيه اللي خلاكي يعني أنت ابتدت عندك أسئلة، إيه اللي خلاكي يعني تروح المسيحية بالضبط؟ إيه اللي خلاك تصيري مسيحية؟ إيه اللي عجبك في الإنجيل؟ إيه اللي لقيتيه في المسيحية وما لقيتيش في الإسلام؟ إيه اللي يعني كل دي أسئلة بتروج في ذهن أي واحد يقرأ عنك أو يسمع عنك. حاجات كتير جدا. أولا أنا عشت مدة طويلة من غير يعني ما أبقى مسيحية. كنت تركت الإسلام لكن من غير دين؟ يعني كنت ما بعملش حاجة، ما بروحش حتة. ما هو بعد ما تجربتين مع الجامع ده اتخضيت، حسيت ان انا هبقى في القاعدة تقريبا يعني، لأنه كلام كله سياسي، كله كلام سياسة وكله انقلابات وكله عاوزين نحكم أمريكا وعاوزين نحكم أوروبا وعاوزين نحكم العرب وعاوزين نحكم العالم كله، ده كل اللي عاوزين يقولوه. فيعني العملية كلها قوة بالعافية. فأنا قلت لا أنا مش هروح تاني. فعشت حياتي. وبعدين يوم الحد مرة سنة 97 كنت بتفرج على التلفزيون يوم الحد الصبح. وبعدين شفت كنيسة بيصلوا، وكان البريتشر الواعظ بيقول الوعظ بتاعه. والوعظ بتاعه يعني أثر فيا جامد جدا. كان بيقول we are all sinners، كلنا خطاة، كلنا مخطئين. حتى هو قال أنا مخطئ، وأنا يعني Jesus Christ will give me grace. بالجريس بتاعه يسوع المسيح هيديني نعمة، ومن خلال نعمته يا هبقى سيف يا مش هبقى سيف، يا هخلص ولا مش هخلص with Jesus blood، بدم يسوع المسيح. فكلمة we are all sinners، كلمة إننا خطاة، إن إحنا كلنا مخطئين، عمري ما سمعتها في الدين الإسلامي. عمري على طول في الدين الإسلامي إحنا مسلمين وهم كفرة، إحنا كويسين وهم وحشين. وبعدين أهل الذمة يعني لازم يعيشوا معانا بس تحت جزمتنا. We need to understand the culture that produced terrorism. Nani Darwish is no stranger to terror. She was born in Egypt and grew up in the Gaza Strip. In the 50s, her father headed Fedayeen terror operations against Israel. Some people view the current situation with the Middle East as a clash of civilization. I think it's more than that, way more than that. I think it's an outright declaration of war from radical Islam on Western culture, on the Judeo-Christian culture, and we should know that. It's a declaration of war. المسيحي لازم حضرتك تقرا الانجيل. فلما تقرا الانجيل هتفهم ان هي كل واحد يعني الله وجيسس، الروح القدس دخلته هو انسان، وبعدين هو بقى يعني، وبعدين الروح ده بتخش فينا كلنا
بس مش معناتها ان هي 3 آلهة. طب بس انا هخلي حدي ده. بس اللي انا كنت عايزه اقوله انه عشان يفهم بس ايه معنى لازم يقرا الانجيل. ماشي. هي ما دخلتش مدخل الدين من مبدأ مقارنة لاهوتية، هي دخلت الدين من منطق عاطفي. اقرا. اذا ما كانش دينك يتفهم يبقى مش دين.